صباح الفل يا شباب، وده فلوج جديد وفلوج بعد راحه 3 ايام، واخيرا عملت ريكفري سيشن. وبصراحه بعد الريكفري سيشن حاسس احساس جميل، حاسس احساس كده ان انا عايز اكسر الجيم. انا قعدت اول فتره انا جسمي واجعني، انا جسمي مبهدلني بصراحه. بعد الريكفري سيشن فرقت، رغم ان في ناس بتقول لك ان الريكفري سيشن دي اشتغاله وملهاش اي 30 لازمه. انا مش بتكلم من الناحيه العلميه، انا بتكلم ان انا طبقته على نفسي. انا بصراحه بعد ما بعملها بحس ان انا بقيت احسن. انا ما اعرفش، انا بحس كده. فانا صراحه النهارده داخل الجيم كل طاقه وحيويه، رغم ان انا كل ما اقابل حد في الجيم يقول لي انا مفرهد، انا تعبان، انا مش قادر. انا بصراحه يا جماعه عكسكم خالص، انا قادر عادي جدا، وقادر اودي تمرينه عنيفه. ودلوقتي سخنا، وكمان عملت تمارين الايزومتريك بتاعت الشيست، وهبدا تمرين بوش عنيف. ومعانا كابتن حسيني، هو بيموت بصراحه النهارده برده، بس تمام يعني. هو ده زي بقيه الناس اللي بقول لكم ايه، بتموت في الجيم. واول شكل معايا النهارده هو الدمبل بريس، انتوا عارفين. يلا بينا. حاجات طبيعي كلها بقت مصابه يا عم. دعواتكم بالشفاء العاجل. ثانيه بس نشوف. الموضوع خارج عن السيطرة. انا ماليش دعوه، انا بخف دلوقتي، ماليش دعوه بيكم. فاهم، شافني في وضع صوص فشخ. انا قعدت ابص لك كده، مش عايز اقلب الكاميرا. طيب يا شباب، بعد ما عملت ريكفري سيشن طبعا الراجل طلع جادو، دكتور جادو، شوت اوت دكتور جادو يا جدعان. عبد الله جادو معانا في المجال، ودكتور علاج طبيعي شاطر جدا جدا جدا. المهم طلع تريجر بوينتس في كل حته. ايه اكتر حاجه بقى كنت متبهدل فيها وانا مش حاسس؟ الترايسبس يمين وشمال. طبعا انا جسمي دلوقتي كله ازرق في كل حته، تراي يمين وشمال. فور ارمز، عليه فور ارمز عندك مش فيها تريجر بوينتس دي فاهم، اقسم بالله. فور ارمز رقبتك. الترابيس يا لهوي. ترابيس. انا اصلا جسمي لسه واجعني. دي عبث. الفكره يا جماعه، طبعا انتوا عارفيني، قال لي ان احنا محتاجين بعد ما نرجع من الريكفري سيشن اول 3 تمارين كده اللي هو بوش وبول والليجز على الهادي، يعني مش لازم نوصل ل 100% من الانتنسيتي بتاعتنا. فانا النهارده اكسر وزن، النهارده اخش على الدمبل 60. طبعا في غل دلوقتي في بصراحة الموضوع، مش بعرف. فطلعه في الحديد. بجد مش بعرف. دي حاجه بقى مشكله فيا، ان انا ما بعرفش اجي الجيم والعب 70% من اودستي. يا عم ده ما انا جيت الجيم العب. انا هعمل ده مكانك يا دلوقتي. عم انت بقى، يا عم انت، انا راجل تمام الحمد لله، مفيش بس غير تشيست يعني، واحده واحده. والناس بقى بصراحه بعد ما نزلت الاسك قالوا لي اكتر حاجه اتطورت، قلت لهم التشيست، وده بجد يعني. قالوا لي طب ازاي يا جماعه؟ انت عارف الناس بتدخل تقول لي في اوفر 50% ادلعك. الناس بتقول لي شادي حسدك عشان كده اتصبت. ما اقدرش، ده اخويا يا جدعان، ما اقدرش. عندنا يا جدعان الاصابه دي بقى لها سنتين. بس انا الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، انا اعتبر اهو 80% اتعالجت واتطورت في. انا اصلا عمري ما بتصاب، لان انا بشوف في الكومنتس واحد بيقول كتفه مصاب فيه، واحد يقول لك مش عارف كتفه خلق. انا عمري يا جماعه ما كان عندي اي اصابه في حياتي كلها، هي الشيست الا بس. الشيست، هي دي اللي على طول متكرره. ونقدر نقول 80% الحمد لله اتعالجت، لسه مش 100% بس 80%. انا دلوقتي بقيت شيست وركبه. لا انا شيست طول عمري مفيش غيره. الحمد لله بتطور والدنيا تمام، الدنيا جميله. شهر 5 مش عايز يجي يا جدعان. ليه؟ عشان انا عشان ايه؟ لا يا ابني عمال اتحايل عليه. انا لو قلعت دلوقتي الناس تعمل كده. انا بقول لك، بس لسه بقى شهر 5. الناس بقى تكتب لي دلوقتي يا كابتن شادي يا مغرور. فين انت هتلعب واحده كمان ولا لسه؟ انا هلعب بس كده مش عايزه. مش هحتاجه انا، لان انا اصلا الاوزان هتبقى جماعه فتره ديلود دلوقتي. ديلود؟ انت هتلعب مجموعه كمان ولا هتبدا؟ لا هبدا معاك عادي، بس الاوزان على الهادي عشان ههتم بالاسنتريك اكتر. يلا. عارف الزاويه اللي انا بصور منها دي بتبين ان انت فاتح كوعك قوي، عشان مش من الجنب، فاهمني؟ فمبين ان انت بتلعب كده. ايوه تيمبو. انزل ضغط سوبر سيت بقى. تيمبو في 2026. شفت؟ بسخن بس هو مصاب وبتاع، ما تشغلش بالك، اعمل نفسك مش شايف. ايه على النازله؟ يعني انت بتنزل وبتثبت. لا ده عيب حتى في حقه يعني بالوزن ده. مش عارف تطلع بال 24. عرتنا في الجيم. اخويا اسخن واحده كمان. انا شايف كده برضه. لسه سخن. سخنت اللي فات بكام؟ كانت 20 يعني سخن بقى 32 فرقتها او 36. 36 مش هزعلك. اهم حاجه على الهادي. قال ايه؟ قلل الانتنستي بتاعتك. الموضوع صعب قوي يا جدعان، ان انت فكره ان انت رايح الجيم ده ما تشيلش الاوزان بتاعتك او انك تكسر وزن ده. هبدا من اللي جايه عادي يا باشا. كنجي خيري يروق على الكلام. بص بقى، حسيني قال لي لو عايز تطور شيستك العب على الاداء. طب بيركز في الاسترتش عشان تيمبو. عشان الجهد. طب انت ليه بتتريق على الراجل دلوقتي؟ جميل قوي يا حسيني، بس انزل ابطأ. في ابطأ كده. ايه رايك بجد؟ انا عامه الشيست يتطور كده. بتطور كده ازاي؟ بنزل في 10 ثواني واطلع في 12. دي مميته خلي بالك. انا ما شاء الله يعني. اهو اتصاب. بعالج فيه اهو. يا عم روح جلسه عند الواد كده عشان يكفرك ويكرهك في العيش. ده مسكني نفضني. مين؟ جد.
ما انا لسه عنده. رفضني. رحت امتى؟ إيه؟ انت رحت له امتى؟ الاسبوع اللي فات. انا لسه من 3 ايام لسه بقول لهم حتى في الفلوج جسمي بايظ من بعد ما رحت له. اقسم بالله نفس الكلام. أقول لك، بس انت بتفوق بعدها. انا حاسس ان أنا النهارده فايق بصراحه، لا ما هو انت بتفوق بعدها. بس جسمي موتني. بس ده بص انا قسما بالله هو لو بيعذبني عشان يعرف معلومه، بس يعني هو كان تقريبا كان بيعذبني عشان يعرف معلومة، بس هو مش قايل لي هو عاوز يعرف ايه، انا كنت اعرفه اي حاجه. لا بصراحه حاسس ده انت كداب. انت كداب. انا اول ما اقول لك انت كداب انا رمضان بقى كأنك شهر عسل. قسما بالله شهر عسل. يا ابني باجي عادي بس بمواعيد عشان انا بصراحه، بس انا زيك برضه، انا بقيت اجي في مواعيدي. انت شايف بص. ما بقول لك انا بمواعيدي عشان يا ابني انا في يوم هنا جيت الجيم الساعه 12. وانا اقسم بالله الساعه 12. لا يا عم ان شاء الله بعد رمضان يخلص كده احنا تمريننا اصلا بيبقى الساعه 10 10 11 الصبح. لا بنام على الظهر على 12 واحده. هو الدنيا بايظه في كل حاجه فوق. لا بس انا بصراحه مواعيد تمريني بايظه خالص. نوم وكل حاجه. قبل رمضان الدنيا يعني مش عايز اقول كده بقى يقول لك الملحد اهو، انا قصدي يعني في التمرين. انا بصحى في السحور بقول خلاص انا بكره همسك. اول ما بيبدا الصيام وبفكر انا هفطر ايه، اقول لا يا عم انا بعد الصيام ده هفطر رز وفراخ. والله. بس على تلعب فكره ايه؟ بص ما تقولش انت عندك بوستيريور النهارده. يا عم انا عمري ما جبتها صح. ابدا بهايك، لا لازم ابدا بده، ده تمرين الفحوله. انت مش شولدر. انت مش دكتور علاج طبيعي هنا برضه chest عادي. ولا مش دكتور علاج طبيعي؟ فاهم. اعالج الشيست ازاي؟ قول لي. تعالجوا بايه؟ الوتر. اول وتر ازاي؟ يا ابني ما هقول لك حاجه، انت بتعمل انت اصلا انت هتلاقي الالتهاب الالتهاب ده جالك بسبب ان انت بتنزل في مدى حركه انت ما كنتش متعود عليه. ده غير كده ده والله ده يا صاحبي فترة. اي اصابه انا بشوفها هي مشكله ادابتيشن، انت حاجه انت مش متعود عليها ومره واحده تعملها هو بالظبط. بس شكرا. او وزن تقيل قوي قوي. على فكره في ناس اقسم بالله ممكن يمسك دمبل ويرجع كده ومش أيوة، هيتصاب، ما أنا عارف. بس هو بيتدرب بقاله كتير على الحركه دي فاهم. ما هو الفكره بقى الناس مختلفه. تشوف مثلا اللي بيمسك البار وبينزل يعمل كده، الناس تقول له يا نهار اسود هتتصاب. مرونات مختلفه. ما اديني هجرب الايسنتريك عشان اشوف بقى. ما هو الجو هو اصلا الاسنتريك فاهم، بس لازم تتعود على المدى الحركي ده بالوزن بتاعك. بس واحده واحده هو بقى. بالظبط واحده واحده. ما تقول لي كده تمرينتك في السريع اشكال مش مجاميع اشكال. انا تمرينتي بسيطه فشخ يعني. ايوه اشكال ايه؟ ممكن اطلب حاجه انكلاين بريس. ماشي. هو اصلا في العاده ما تخش بريس بس عادي انكلاين. اي بس ليه حاجه عدو البريس؟ ايه؟ ليه اي عدو؟ حاجه فيها تربيط. يا عم طرف. لا بس هو في بحس ان في موضوع شخصي مع البريس بصراحه. لا والله ما في اي حاجه بس قول عادي انك ضعيف. ما انا هناك في الجيم عندي كنت بتمرن فلات بريس عادي. بس انت ضعيف يا اسطى في البريسات. هو بيرازيك كده بيرازيك يا ابني اللي بيبقى ضعيف في البريس يعني اللي بيبقى قوي اصلا ضعيف في سكيل هتقول لي كده صح؟ لا انت يعني انت لما تجيب حد قوي في الفلاي انت هتبقى متوقع انه هيبقى قوي في البريس، بس لو واحد قوي في البريس مش شرط يبقى قوي في الفلاي. انا قوي في الاثنين. بص بقى بصراحه بعد الاصابه. جادو قال لي خليك على الهادي بعد ما ترجع، فانا كنت هكسر وزن النهارده لا تكسر وزن ايه؟ بعدين خلاص بلاش صح؟ لسه عندك في التهابات شغاله اصلا. يعني العب عادي بوزن ما اكسرش ها؟ المره الجايه يتم تاجيلها. المره الجايه انا شايف كده. العب ب 50 يا عم انا زهقت من عايز 60 بقى، انا اصلا لعبت قبل كده ب 60 لما انتوا كنتوا معايا. نلعب ب 50 فين دلوقتي ما فين تريح الثانيه دي بقى. واحده ده يوم بسام كان عنده تمرين مكلف. تمرين تمرين لساني. فين اختها يا حسيني؟ نعم. ما تجيب لي اختها كده عشان مش شايفها. ال 50 الثانيه ايه الهبل ده؟ ممكن يكون حد خدها في حته اهي. ماشي. ايه الكلام؟ خفيف ماشي. حلو قوي. اداء جميل. هطلع اكسر وزني يا عم. خفيفه وكمان انا ضامن كوع على الاخر، عامل شولدر فليكشن وكل حاجه وخفيفه. الله يرحم من شهر كنت هموت ولا 40 قدامكم. يعني 50 دي كنا فاكر لما كنا جايين اخويا اليوتيوب كله حصل في فلوج شغال كمان بجد والله. اهو الكاميرا انا عارف انها مستخبيه ما بتبانش. داخل حسيني اهو. اليوتيوب كله ماشي. احنا تقريبا من فترة كنا كام؟ كان من شهر وشوية. كان ال 50 دي ما كناش عارفين نطلع بيها. كان في فيديو ليه اتعالجت يا اخوات اتعالجت. كان في فيديو ليه وهو ما أمجد. كانش عارف يطلع من 50. الاوزان دي لا بلعب ب 50 بس الله أكبر. 50 وبرجعها. جدعان انا عايز اوجه رساله شديده اللهجه لكل الشركات اللي بتعمل البوراب. حلم حياتي في 3 حاجات. البوراب اولا ايدي تخش فيه الاول، ثانيا السكوتش بتاعه ما يفكش، ثالثا يكون لونه اسود. لو في اي شركه بتقدم ال3 دول
والسكوتش ما بيفكش اتمنى انها تبعت لي، عشان انا جربت اقسم بالله نص شركات مصر مفيش حاجه نافعه معايا. بس انا اهم حاجه يكون لون اسود، ما يكونش لونه بقى ايه في خطين ازرق وخطين احمر انا عايز لون اسود تماما ساده، السكوتش قوي والبتاع نفسه ما يقعدش يفك. ده مشكلته ايه؟ لا ده ما اعرفش، ده انا مقلبه من الجيم، ده جميل ده حلو عادي، بس السكوتش مفكوك. فاول ما جيت اطلع ب 50 دول انا 50 خفيفه راح فك. ده مش مصري. لا مصري عملت سيت شيرت مصري، بس انا مش هدور الشركه عشان ما يبقاش ده يعني بعمل سوق دعايه، لان بصراحه السكوتش مفكوك وحاجه وحشه قوي. ما هي دي المشكله يعني. معلش انا دلوقتي لو بعمل البو راب هاديو، اخويا اللي امبارح بيقول لي اهم حاجه صليت وبتاع، اخويا والله النهارده هتصلي في حسن شربتلي ان شاء الله سوا النهارده. هي الساعه كام حسن؟ في وقت النهارده كتير، الساعه 11. لا عادي يا دوبك So hello guys, today we're gonna have a chest workout, legs workout. Subscribe and follow. Peace out. ايوه نفس الكلام، لازم خفيف قوي بجد. يعني انا بلعبها باك اوف فوق ال 10 عدات. ايوه فاللي هو انا دلوقتي اصلا لسه حسين لعبت 8 عدات خفيفه قوي، رحت احرميها قلت له في ايه يا عم؟ خلي بالك يعني 25 خلي بالك ليه؟ الله على هي الله خفيفه بس على الله. انت الدمبل الحديد هو اللي نزل بس. على الله انا مصلي تهجد امبارح ان شاء الله. نطه صلي تهجد هتجيب 10 عدات ستريت. انت ماسك تاني بس. يا 135. هي واقعه تحت يا ابني، هي على الارض، هي على الارض. اه يلا عشان ايدي نملت. سلام مش ظاهره فاهم، هتطلع لوحدك. طلعوا بس طلعوا يا عم. ماشي طلعوا سيب. عدى نزاهه. بس سيب يلا. جامد يا حلو قوي جامد حلوه ها احسن من اللي فات. مش عايز اجيب ولا واحده فرصه دريب. طب ما حلو يعني احسن من ما فيش. لا عادي، لا عادي. لا فصلت اصلا. هلعب الاسمس الاول وبعدين مش همسك هسيبك تموت. ايزي كوبا قوي قوي ايزي وامور وامور انا ماليش دعوه انقذ نفسك. ايه اللهم بارك. اخويا. طيب يا شباب كده خلصنا اول شكلين معانا، دمبل بريس وهاي انكلاين بريس. جامد. حد يقول لي ده بيشغل تشيست ولا ده بيشغل كتف؟ هو بيشغل الاثنين ولكن مفيش مقارنه، الكتف اكتر بكتير يعني. عندي دلوقتي فلاي حلو ولا عندي ماشي جانبي ماشي مش عارف، واحده من الاثنين. اخويا رمسيس اللي نفسي يطلع معايا في الفيديو، بس هو بصراحه الموضوع بيبقى مني، كنت اقول هو متكبر، بصراحه كل مره انا والله بكلمك مرتين. انا عارف والله العظيم يا جدعان، كل ما يكلمني انا اولا بايع، انا بايع كتير جدا عامه، بتكلم بجد. كل ما يكلمني اقول لك لسه والله العظيم تعبان امبارح. دلوقتي يا اما لاترال يا اما تشيست فلاي، بصراحه مش فاكر واي ار مش عارف دي بتاعت بس قشطه يعني تمرينه حلوه، مش حاسس اصابات مش حاسس وجع، وبصراحه مهم قوي ان انت بس تسمع كويس. نفسك يعني. لو انت حسيت ان جسمك وجعك ما تتجاهلش حاجه، وعادي اتمرن في نفس الوقت انت بتعالج فيه بعيد عن الاصابه. لو الاصابه مش تقدر تتمرن عليه، لو تقدر طبعا اعمل كده يعني. فانا بالنسبه لي مثلا بتاعت الجيم لما بحس ان انا مثلا اقل حاجه تعباني عادي بروح للدكتور واشوف الدنيا فيها ايه وما بوقفش تمرين يعني. الحمد لله هو ده يمكن اللي مخليني ما اتصبتش قبل كده، او يعني عمري ما اتصبت الا في موضوع التشيست ده. موضوع التشيست ده عشان بصراحه كان ايه تهور شبابي يعني، كنت وانا صغير بقى والحماس واخدني وبتاع، هوبا قطع في صدرك شكرا. بس غير كده يعني الحمد لله يعتبر ما اتصبتش خالص. نونو بصراحه نونو كل ده خلاص. ولسه صغيره. انا عندي سؤال، هو انت نزلت بالوزن عشان هو خفيف ولا هو تقيل؟ لا انا كنت مسخن لسه. مسخن بثلاث طارات، واخد بالك انت؟ ماشي. ايوه يا عم. تلعب بكام بقى؟ ايوه يا ابويا. تحب تقول ايه للناس اللي تقول لك انتوا ما بتشيلوش اوزان؟ دايما اعمل ستارت لودنج 900 جرام فراخ ما بتغباش كده وصل. كده احنا عرفنا السر فين خلاص. طيب يا شباب كده دخلنا شيست فلاي كمان ما تصورش، يتم لعب اعظم تمرين للكتف الجانبي. وحشني والله التمرين ده، بقالي كتير ما صورتوش. انا بحس طول ما الناس لسه شايفاني هي طبيعي عادي جدا، انا كده لسه بدري عليا. يعني انا فرحت لما الناس بدات تشوف. اقسم بالله وانا والله العظيم بقعد اقول له اخويا يا عم شكت عشان الجسم كبر. كبر. ايوه بالظبط.
لا فرق المية برضه لما انتظم فتره ناس شكت فيه. انا بصراحه منتظم. زاد عليك زاد فتره ناس شكت فيه. بس ناس شكت فيه لا هو حلو بس لا زاد مره واحده زاد. بصراحه هو ما وصلش بالنسبه لي ان انا اشك، يعني حاسس انه لسه. هو اصلا يعني انا اخر حاجه والله عم كل بدا ما انا عارف ان هو من التمرين ولا اي حاجه. بدا يقول الناس من التمرين ما عشان هي الناس، انا بحس الناس دايما حافظه موضوع الكتف لو كبر انت كده مش طبيعي. بس في برضه ناس ما تاخدش على كلامها، الناس اللي هي بتشك لما تعمل نتيجه دي اي نتيجه ايا كانت يعني. اي حد ينشف. الناس اصلا بتحكم على الحوار طبيعي ولا لا بالنشافه. يعني انت لو مشرط انت مش طبيعي خلاص. اي نتيجه اصلا في ناس كده يعني، سيبك تخرج دول المعادله، الناس اللي هي بتشكك في اي بني ادم دي دي ناس. بس انا هسالك سؤال، دي حاجه بتفرحك ولا لا؟ انا ولا اللي هو عادي؟ انا وحشتني الحاجات دي. وحشتني حقك. بس انا يعني طب كانت بتفرحك زمان لما كان؟ كان بيشتمنا على فكره لا بشتيمه، لا لما كان بيقل اتقلب كان الموضوع لا اكيد لا طبعا. على فكره والله يعني يمكن يعني من عند ربنا يعني حاجه برضه من اول سنه تقريبا بتمرن وانا بيحصل معايا كده. كنت صغير اصلا بدري قوي. 60 كيلو هو عشان العرق اللي في الباي هو ده الهرمونات ما كلها. عنديش عضلات اصلا والله العظيم. لا يا عم عروق بس كانوا بيشكوا. بصراحه انا لحد دلوقتي عادي بتفرحني، يعني لما حد يقول لي كده لا هو بيزيد اسرع عكس محمود حسين المفروض يكون بيزيد اسرع. عشان يعني مضغوط لتحت اكتر. انا كده تحسه من النوع اللي يعني حتى انا حاسه ممكن يكون هو بيزيد اسرع. ايا كان نوع الهجوم على فكره انا حاسس من كتر ما اتصاب فمبقاش نافع. بقول لك ايا كان نوع الهجوم انا ببقى فرحان اصلا بالموضوع نفسه، ممكن يبقى الشخص بس خلي بالك انا عارف ان انت مش متابع، بس في واحد دسك على تيك توك رديت عليه. واحد بني ادم رديت عليه حتى بعتهولي شفته بتاع الكتف 50. شاب صغير ايه ده؟ لا انت قلت تاني في واحد انت شفتوش؟ لا هو مش بيدسك هو يعني بيعمل نمره كده بسيطه. بيقول لك على فكره فاتح كوره ما لا هو ما علقش على الاداء. انت قلت اللهم بارك 50 كيلو، راح هو جابها، بعدين راح جاب مسك هو الدمبل جاب عدات اكتر بكتير وقال لك مش عارف تسخين مجموعه تسخين وبتاع، فانا ما اعرفش يمسك. قلت له طب ما انت عيل ناقص صحيح. خليه يعمل نفس اللي عمله ده بيعمله في السكواد وانا بلعب بالخمس طرف. لا خلاص هو ده بس كده. هيلعب لغايه الكتف، فلما تيجي بقى على السكواد ليفت لا خلاص هفكر سكواد يا عم بلاش ليفت. انا ما شفتش حد فيها يعني ده انا قلت لهم فاوتشر بقى، قلت لهم فاوتشر ليفت سكواد زي شباب بيشتموا بس يخش يقول لك عادي انا العب بيها كده، تخش بروفايله تلاقيه بيلعب ببجي اصلا ما بيلعبش. طب ما تنزلها يا عم، نزلها وخد كل ما انزل حاجه الاقي واحد كاتب لي انا دخلت بتاع فيها 50 عدد. يعني ده معقوله شويه. اصلا من نوع عمره ما شلت اوزان تقيله يعني. مش مهم. الكلام مش موجه للباور ليفتنج لعيب. يا عم انت قلت اللهم بارك وخلاص اصلا تقريبا ما قلتش. لا ده انا عشان انزل واحد في السكواد كده يقول تحدي يعني لا ما حد كله هيتعودنا طالما سكوات. عامل فاوتشر على ايدي بالخمس طرات 8 عدات بتحدى اي حد طبيعي. شتيمه يعني اللي هو عادي ده لو طبيعي. طب ورينا. انت بتلعب اصلا قطنيه مش بتلعب مفهوم. بتتمرن بالك قد ايه؟ انا عايز اشوف انت اقدم حد اعرفه ولا انفورما. لا تقريبا انت مثلا عندك 30 دلوقتي صح؟ بتتمرن من وانت بتتمرن بالك 15 سنه قبل ما تبقى 15 16 سنه هاتوا 16 سنه يا لهوي يا جدعان برضه في الرينج ده. بطولات من 2012. اول بطوله كانت 2012. اول بطوله اصلا خدت فيها اول، هو ده اللي عبطني يعني. لكن انا ما كانش جاي مني بطولات خالص يعني. والله حاسس التمرين حلو. كل التمارين يا سلام على الحكمه. طب يا شباب ده اخر شكل معايا، وبعدين نعم لصلاه التهجد. بس انا كوعي يعني ايه واجعني شويتين فمخفف. عامه انا بقول كده عشان ما العبش معاك تراي واوزانك واهرب منها وكده. انا مش غلبان في الرجل بس. الرجل لا مش هلعب معاك رجل. خلي بالك هي مش تيجي غير الرجل. لا مش جاي مش طالع. لا نلعب سكوات وتحط 8 طارات ولا مش عارف تحط قد ايه. قول يا رب والله تصدق حلو. تحط كام طاره دلوقتي؟ 5؟ دلوقتي 5 اهو. ما شاء الله بس ما اقدرش. يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليني اتخلى عن مبادئي هي السكوات ده عشان عايز ازود اوزان. انا قعدت فتره افهم تخلى عن مبادئ ازاي بس يعني. الناس فاهمه سيبك. الناس مش سامعاك صحيح. تحسن النية. الناس توقع يعني. بس انا نسيت خالص. اخويا كابتن شادي اللي هيلعب معايا تمرينة رجل قريب قوي يا جماعه. بعلم من دلوقتي ان انا استنوا تمرينة الرجل دي يا جماعه هتبقى تمرينه تحفه. العب دراع. هنبدا ايه باتر فلاي فيها ولا؟ يعني خلاص نقدر نقول ان رسميا احلى سبليت. رسميا رجل. لا بعيد عن ده، احلى سبليت انت بتحبها؟ احلى سبليت انا بحبها. الناس بتحب السؤال ده. بص انا هقول لك يعني بعيدا عن النتائج لا اللي انت ما بقاليش بتحبه عليها كتير. متعه. ارنولد سبليت
ابر لور. عامه انا بوش بول ليجز ابر لور يعني يعتبر زي او بعض. بوش بول ليج ابر لور، هم قريبين قوي. انا قلت لك موضوع يعني رايي في موضوع ارنولد ده، بعشق يوم الشيست أنا والباك بموت بعشقه. فيه. بص. بس باجي كتف ودراع بحس يومه هو قشطه يعني. انا بصبر نفسي بالكتف والباي الشيست والباك ده مفيش زيه. العب شكل شيست، اريح شيست، العب شكل باك. وبعدين بقى بتخلص كمان تلاقي عندك بامب، طبعا وتلاقي كده. عندك بامب هنا وهنا كده. فاهم؟ على عكس بقى للاسف الفول بادي والابر لور. ابر لور بس برضه يعني طب ما بتلحقش كده، العضلات ما بتلحقش الدم يجري فيها. طب اسالك فاهمين قصدي؟ سؤال، ايه اكتر ابحث سبليت؟ على عيني وعلى راسي بس يعني يا جدعان فين المتعه؟ ايوه والله المتعه دي مهمه قوي. والله. ايه اكتر سبليت انت بتتخانق منها؟ حتى لو بتطلع عضله ماليش دعوه، انت بتتخانق منها. بتخانق منها. انا عن نفسي هبدا انا فول بادي بصراحه. كان نفسي اقول بروس بليت والكلام ده، بس انا يعني أكيد متعة. بعشقها جنب الفول بادي بصراحه. طب حاجه بقى اللي هو لا ايه ده ما هتحبهاش القرف ده عادي، ممكن تكون كويسه انت ما بتحبهاش، سؤال شخصي. والله يعني اي حاجه ليها علاقه بالحديد انا اقدر اقول بحبها، بس يعني ممكن ابعدهم يعني عني الفول بادي والبوستيريور انتيريور. انتيريور بوستيريور انتيريور بوستيريور. بصراحه برضه الانتيريور مش بحبها. كبعد ان انا اتمرنها. عامه احنا جايين متفقين سوا، فول بادي وعلى وانتيريور فكره بوستيريور. ساعات بتهب في دماغي واعملها، يعني عارف مثلا بس مش تمشي عليها شهور. ولا امشي عليها اسبوع اصلا. هي تمرينه شكرا يعني. ايوه او عايز اصورها مثلا. فاهم. يعني لكن انا كده بصراحه فول بادي اولا بحس يعني لا التمرين الهدف الاساسي منه صحه، بس برضه المتعه يعني ما ينفعش. انت من غير متعه مش هتكمل، مش هتعرف تكمل كده بالظبط كده. والله. يعني انا اللي مخليهم 16 سنه دول مكمل، انا بلعب اللي على ان شاء كيفي. الله. انا نفسي اعرف انفورم قال لي كام سنه، بس انا فاكر ان انفورم برضه قال لي رقم مرعب هتلاقي كده. نفس الرقم ده بس يعني انتوا كده اكتر اتنين اعرفهم في حياتي بيتمرنوا. يعني كويس بقى تلعب، ما تصورش بقى مع بادي بيلدرز حقيقيين عشان ايه هنتكشف كلنا. هيبقى اكتر من كده كتير. ايه السبليت اللي كابتن هادي يقول دي اكتر سبليت انا بستمتع بيها؟ متعه ولا متعة. ارنولد المتعه متعه بقول متعة. انا قلت متعه برضه بالنسبه لي. لا انا لا اختار واحده، مفيش الجو ده، اختار واحده. ثانيه اختار واحده عايزين واحده ما ننكش. لازم. هقول لك ارنولد برضه بس هتتمرن يعني نقول متعه. ايوه احنا فايده بقى اقول لك بقى ابر لور وبعديها مش عارف ايه. متعه. ارنولد بس في حته انت بتلعب شيست وباك، وبعد كده بتلعب كتف ودراع، ممكن تلبس كات فاهم؟ فكل يوم حاجه حلوه ويوم. طب والله اختصر ان انا بس يعني فاهم، فده بالنسبه لي. ابر لور بقى لو على فايده ممكن تكون ابر لور لمعظم الناس كويسه، بس يعني طب ماشي سبليت حتى لو بتطلع عضل وجميله وحلوه انت بتكره انك تلعبها. فول بادي. بس انا قلت نفس الكلام. اصل عارف في واحد صاحبي كده اللي هو اصلا دخل فول بادي في دانجون، شعيب هشام عارفه. شعيب بس يا جدعان بتزود انا لا بتطلع عضل. عايز اقول لك يعني هو شعيب كان بيتكلم معايا، هم واخدين كل الدانجون كلهم واخدين الكورس بتاع مينو ده اغلى كورس بتاع نيوتريشن وبايو ميكانكس في العالم يعني. 5 ايام ولا ايه؟ كلهم بيعملوا فول بادي 5 ايام. من 4 5 ايام بقى على حسب جدولهم، بس يعني هم كانوا بيكلموا مثلا اللي هو ناس محترفه زي علي ادوارد وناس بقى بتلعب جاك اللي كان بيلعب مع هشام، بيقول لك هم ما طروش غير بالفول بادي. نفسه بقى اللي بيلعب مع هشام جاك ده قال لك انا بكره الفول بادي وما كملش، وراح لعب فيري هاي فوليوم، بيلعب مثلا 6 مجاميع سكوات، 6 مجاميع هاك، 6 مجاميع ليج بريس، 6 مجاميع ليج اكستنشن. قال لك انا هو ده اللي حاسه بيطلع لي عضل، انا الفول بادي بكرهها. انا فول بادي يعني. بس في محترفين كتير قوي دايما ماشيين على فول بادي كتير قوي. ماشي، ما هو خلاص بقى ممكن ساعات بقى لما تكون بقى محترف لما تكون محترف ليفل معين، انت اهم حاجه انك تكسب، مش شايف قدامك متعه. بقول له انا اصلا الاكل ده مش نتائج كويسه دلوقتي غير في البادي، مش قادر اثبت عليه. يعني لا نشوف، لا هو يعني شعيب كان قاعد، حتى كان هم امين وكان منزل دراسه، قال لك لو انت مبتدئ يعني عارف مين، انت عارف مين صح؟ مين هيلمز. المهم كان منزل دراسه، هو يعني واحد بيعمل دراسات كتير، هو اصلا بيعلم الناس ازاي تقرا دراسات وساعات بيعمل دراسات. قال لك لو انت مبتدئ انت ممكن تعمل عضلات حتى من البرو سبليت كلهم زي بعض. ايوه بس بعد لكن لما تخش الفريكونسي بتبقى اهم حاجه. انا عايز اقول لك حاجه، انا مثلا شيستي ما اتطورش غير ما لعبت ابر لور مش عشان حاجه، عشان لعبت الشيست 3 مرات كان بيتطور قبل كده، بس لما لعبت 3 مرات اتطور بشكل اسرع بكتير. ايوه فاهمك قوي. فبتفرق قوي. بس يعني لو جسمي كله يتطور، لا بالنسبه لي ابر لور لا، ممكن تيجي على حاجات يعني مثلا مش عارف ادخل ريست في الابر واللور، بالناس في حته العضلات الثانيه مش عارف ادخلها مع اليوم الابر. فاهم يوم الابر ده كتير، وانا ضد بصراحه، ضد نفسيا مش ضد علميا. نفسيا ادخل عضله من يوم الابر ليوم اللور، يعني الناس تلعب كتف خلفي يوم اللور دي انا والله ما بعرفش نفسيا، نفسيا كده غريبه بالنسبه لي. احنا في الفلوج انا بنتكلم بمشاعر بس مش لا انا بالنسبه لي يعني يوم اللور ده داخل على رجلي ايوه فاهم. بس. طب هو البطن بفضل مع رجله ولا انا بعمل كده؟ ايه بطن بطن مع رجلي يعني ما بتقولش لا دي مالهاش دعوه لا بطن مع رجلي. انا العب بطن دلوقتي. المايك بتاعك حبيته فين؟ ايه؟ المايك بتاعك حبيته فين؟ هنا اهو. لا بطن مع رجل، بطن مع رجل. اصل مره لا بطن مع رجل بقى، مفيش مكان في الابر بقى يعني. مفيش، هو في فاضل مكان.
نلعب ريست ولا ترباس ولا كتف خلفي ولا في عضلات تانية الناس يعني انا بقول بس انا ما اعرفش انت قلت ايه على يوم الرجل، بس عامه لو حطيت فيه كتف خلفي بيبقى تحفه. يا عم تحفه. انا بحلك نفسيا ما بحبوش نفسيا كده بحس ان انا خلاص عملت البامب فوق، انا عايز اخش ابص فوق دلوقتي مش عايز انا اسحب. بكلمك يوم الرجل، بكلمك يوم الرجل. يوم ايوه الرجل بقول لك لو دخلت معاه حركه من الحاجات الضعيفه يبقى لذيذه برضه. انا ما حبيتهاش يا اخي. انا بدخل كنت ساعات خلفي بس بعمل ايه؟ بلعبه قبل ما ابدا الرجل عشان حاسس ان انا ما بداتش تمرين. ممكن كده عادي. ممكن يعني، بس يمكن حتى بتكلم معاه ان هو كان بيعمل كده برضه في الفول بودي، ان هو يحب يلعب الرجل الاول عشان هي لوحدها تسخين ويخلص، مع ان هم مثلا بره بيلعبوا مثلا حركه رجل، حركه كتف، حركه مش عارف ايه، حركه مش عارف ايه. بس انا وعايز اقول لك حاجه، كلاينتس كتير قوي 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 اللي بتمشي على الفول بودي بحسهم بيبطلوا جيم، مش لا بيبطلوا جيم. فيها ميزه على فكره حلوه. لا بيبطل. هي فيها ميزه حلوه كمان برضو ما قلناهاش برضو، احنا ما نبقاش ظالمينها بقى، كلها عيوب عيوب عيوب، ما عدا طبعا البناء العضلي. يعني ان انت بتحس ان انت جسمك عامه فايق على طول في بامب على طول فايق، فاهم؟ انا عايز اقول لك السعوديه معظم يعني اي كلاينت بيجي من السعوديه اكيد يعني مثلا عكس البرو سبليت، انت تيجي على ما تيجي تلعبها تاني تحس ان انت رجعت ايام ما كنت لسه بادئ جيم. لا لسه بقول له يعني جالك اي كلاينت من السعوديه هتلاقيه بيقول لك انا ماشي على فول بودي. يا تغير على فول بودي بتاعتي يا ما يعني ابدي لي نيوتريشن بس. فاهم؟ وبعد شويه بيبطل جيم عادي يعني. بس احنا بصراحه سؤال ما جيتش على الكلاينت عادي، كلاينت يعني ايا كان ماليش دعوه، بتكلم نفسيا هادي ومرتاح ليه بس. لا بس انا بقول لك لا الفول بودي تاثيرها ايه، ان بحس ان ببطل جيم بعديها بس. لان عايز اقول يعني من سايد افكتس، يعني عايز اقول لك ارنولد كان بيقول عليه مقوله شهيره بيقول لك ان البامب من احسن الشعور ممكن تحس في الجيم. فلو انت بتمنع الشعور ده حتى لو مش مفيد للعضلات، بس يعني انت بتشيل شعور حلو قوي قوي في الجيم. بصراحه اوقات كتير بنبقى محتاجينه، عايز ابص في المرايه احس ان دراعي ده يفرتك. فاهمني؟ يعني الناس انا مثلا ساعات بحس انا عايز اخش اخر المجموعه دي هخش اضرب ست عشان اعمل بامب بس اخش اتفرج دلوقتي. يا لهوي ده الناس بتتكلم عليك لحد دلوقتي. انا عشان ما قلت عشان اخش اعمل بامب واتفرج، انا بعملها عشان اخش اتفرج، لكن انا يعني في علم بس في ايمان برضو، يعني ما تخرجش عن كده هتحيد عن الطريق. لا اجهاد وكل حاجه يعني، بس عشان تعبت وانا بس البامب خلاص بخلي المجد معاك. بس البامب يعني احساس لا يقدر بثمن. فزي ما بقول لكم يعني الفول بادي انا بصراحه شفت ناس عملت منها نتائج رهيبه جدا جدا جدا، وبالذات برجليهم تطور مبالغ فيه. بلاقي العيال اللور بادي اقوى من الابر بادي، دي حاجه اصلا ما شفتهاش في مصر كتير يعني، قليل قوي. بس معظم ان شاء الله الشباب السعوديين والخلايجه والامارات برضو بيبقى الفول بادي عندهم مقدس. سبب ربيعه نشر ايوه هو اللي فعلا عمل الموضوع ده. بدا بقى يسحب منها مؤخرا، ان هو يعني فاهم حاسس ان هو محتاج حته المتعه دي. انا عايز اقول لك عبد الله العودي لو بتابع برضو الفلوجز بتاعته بيلعب تمارين غريبه، بيلعب شولدر بريس من ورا الدماغ، ده محرم دوليا بقى بجد من 70 من 1970. هو بيقول لك انا بتبسط فيه، انا حابه. بيلعب برضه ايه تمارين كمان بيلعب كل تمارين محرمه دوليا، سحب برضه من ورا الدماغ، كل تمارين محرمه دوليا. ايه سمان هو قاعد دي برضه حرام الدوليه مؤخرا انا عارف. دي خلاص ضمور عضلي في السمان على طول. هو بيقول لك مش هلعب واقف، بيلعبش غير قاعد والسمان قد كده يعني. فما تقدرش تقول له انت مش تبني عضلات، تقول له في احسن، يقول لك خلاص انا اللي احسن ده انا تمام معايا يعني. بس نفس المعلومه لوحدي عادي. يعني ممكن انا مثلا يعني لو شفت حد مثلا طلع قال لك كارب ما تاكلش كارب بعد التمرين عشان يزود جي اتش، مش لازم اخد الفيديو بتاعه، ممكن اقول يا جماعه الجي اتش الحاجه الصغيره دي مش فارقه، فاخد يعني كارب بعد التمرين. بس في معلومه يا جماعه ناس كتير قوي بتكلمنا عليها، ناس كتير قوي بتكلمنا عليها عشان في واحد اسمه شادي نزلها المجموعه دي. المعلومه دي غلط خالص. ممكن انت تعمل كذا 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 وبدون ما اجيب وش الراجل ولا حاجه. بس يعني لا بس هو عامه قشطه الجيم بتعمل اخلاق حلوه برضه. لا انا اقول حاجه اخر حاجه يعني عشان نختم الفلوج يعني اللذيذ ده. اول حاجه احنا مبسوطين معاك كابتن شادي والله، بس حطوا بقى فلوج تاني يعني. عادي قول. اول حاجه احنا مبسوطين النهارده معاك كابتن شادي ان شاء الله. مش هنلاقي حاجه نقولها في الفلوج كده. لا في كتير. تاني حاجه العلم الادب فضلوه عن العلم. دماغ كابوسه. لا والله عايز اقول حاجه بس، يعني انا شفت مدربين كتير قوي ما تفهمش، بس اللعيبه بتاعتهم بتحبهم بتموت فيهم بدون مبالغه يعني. انا مستحيل اسيبه عشان بيحبوا الكلام ده. على فكره كلنا في مصر عارفين هم مين. ممكن يكون هو مثلا ايه شايف حد اشهر، انا مش هسيب ده عشان ده بيعرف بحبه محترم بيعرف يحتويني بتاع. انت ممكن يكون عندك العلم الدنيا كله بس انت فاشل في المتابعه. مهم قوي والله. فبالنسبه لي لو انت يعني فكره مدرب حاجه وانك تبقى معلم حاجه تانية. انك تبقى معلم ممكن تروح تيجي عامل عندك علم كتير قوي، اروح خد كورس ادي كورسات يا عم للناس. بالعكس احنا حاسين ان احنا عندنا نقص تسوي لعيبه وفات مثلا ما عندوش لا وانك لا وتعرف تبقى جنبه وتعرف تبقى واحده. يعني مثلا في ناس بتجيلي انا هلعب برو سبليت، انا هلعب برو سبليت مش ماشي غير لما العب برو سبليت. انا يا عم مش بقول لك لا خلاص هبعتها له. فيلا يا جدعان اذكركم بالصلاه، صلاه التهجد. الليالي الفرديه مهمه والليالي الزوجيه مهمه عشان احنا عارفين مين الفردي ومين الزوجي عشان السعوديه قبلها بيوم. بس خلي بالك يوم الرجل ده يبقى ليله 27 اللي احنا هنلعب فيه رجل ده. لسه واخد بالي بس. صح كده. هربت من تمرين الرجل بالشاكه. انا قعدت افكر هرب ازاي لحد ما لا عامه مفيش هروب بس يعني ممكن نغير.
28. خليه بكره مثلا وجع النفس. بكره؟ لا انا بكره رايح. لا انا بعد بكره. بكره عندك. بعد بكره اللي هو 7. يلا بقى نشوفكم. خلاص ممكن بعد بكره ليله 26 يعني. بعد بكره مش 27. ليله 26 بعد بكره. ليه 26؟ مش النهارده ليله 25؟ النهارده ليله 24. 24. الايام كلها دخلت في بعض بصراحه. رايك ايه في موضوع بس ان البطولات يعني مش صحيه وان هي تبهدل لك جسمك؟ هطل اول حاجه عايز اقول بطوله طبيعي، انا ما شفتش حد لعب بطوله طبيعي الا لما حبه الجيم زاد، فده بسم الله الرحمن الرحيم. تاني حاجه ما شفتش حد لعب بطوله طبيعي بسبب بقى اللي لعب بقى بجد يعني الا لما اتشهر بعديها جامد، فما تجيش بقى ايه تنظر وانت الشهر ده جايه من انا بحس بصراحه شهره وكمان الالتزام مع النفس، يعني انت مش عارف تلتزم الالتزام. عايز اقول حاجه بس، انا ما شفتش رياضه واحده عشان الناس تقول لك الجيم مش رياضه، انا ما شفتش رياضه فيها الالتزام دوت وبتعلمك الالتزام والتحكم في النفس قد كمال الاجسام. ماشي كمال الاجسام ممكن تكون حرام عشان العوره والكلام ده، بس برضه انا بشوف على الصعيد الاخر انا ما شفتش حد عرف يتحكم في نفسه في كل شهواته، انه بيبطلوا مثلا عادات غلط كتير سواء سجاير او عسل او الكلام ده كله الا لما كان بيحضر في البطوله وفعلا عرفوا يبطلوها بعديها. يعني بشوف الناس وهي بتحضر البطوله بتبطل جانك فود، بتخلي بالها من اكلها حتى بعد البطوله، حتى لو هم مثلا بعد البطوله تخنوا جامد لكن بعد كده مش عارف ان الاكل ده هيتخنوا، بيبقى عنده ادراك. الادراك ده يعني جه لناس كتير قوي بعد البطوله، ممكن يجي لك من غير بطوله عادي، ما بقولكش مش لازم تلعب بطوله يا عم، انت بتجيلك حلوه وحشه ما تلعبش يا عم وتعرفنا. أيوة فاهم؟ بس يعني البطوله حاجه حلوه، تجربه البطوله احساس لا يوصف، الادرينالين اللي بيجي لك على المسرح ده انا ما شفتش زيه، ما فيش حد يقدر، ما فيش حاجه تقدر توصفه. يعني ممكن بالنسبه لي احسن من انك مش تتضرب يعني، فاهم؟ فنفس اللي بيديك نفس الايموشنز يعني. استحيت نفسك ماشي يعني من الاخر انا كنت مش قادر يعني من الاخر اقول لهم الكلام اللي بره دي لو جريت هتخلي الادرينالين في السما. يعني من الاخر مش هتبوظ لك جسمك، ده اللي عايز اقوله. يعني معلش بس انت في ناس بتتكلم ان هو في يعني التحاليل والتستوستيرون بيقع لما بتيجي تحضر، ماشي بيقع كام اخر اسبوعين؟ لا معلش بيقع اسبوعين، ما بعدين اسبوعين هيرجع يعني. انت كنا هو بيقع ده يا جدعان انت هتبقى يعني خلاص تبقى كوكلس يعني. بص بقى مش تبقى كده يعني، هتبقى طبيعي عادي وهتعمل كل وظائفك عاديه عادي جدا، بس مش يجي في مزاجك بس. وعايز اقول لك حاجه، نسبه 50% من الناس اللي انا حضرتها ما بيحصلهمش مشاكل في هرموناتهم نهائي. معلش ولو حصل بتاع نسبتها ايه؟ ده اللي عايز اقوله. لا كابتن هادي يا جماعه. شكرا. ايوه خلاص يعني من الاخر جسمك مش هيبوظ، بالعكس ده ممكن تبقى يعني تتساعد. وما شفتش حد برضو الا ما زاد عمل طفره عضليه، اكبر طفره عضليه عملها في حياته بعد ما حضر بطوله. بشوف ان دايما في ريسبونس عالي جدا لجسمك، وهو ممكن يكون مثبتش علميا 100% بس في برضه شويه اثباتات بسيطه يعني انك لما توصل لمرحله الكاتنج البادي فات قليل ده وتعمل بعد كده بالك، سواء بقى ده بالك او ديرتي كلين، بتزيد عضلات عمرك مش شفتها في حياتك. انا ويبقى عندك واخر حاجه مهمه عايز اقفل بيها، اللي ما شافش نفسه تحت ال 8% بادي فات مثلا ما عرفش بجد جسمه يقدر على ايه. انا هقول حاجه اخيره، انا قبل ما نقفل الفلوج جسمي اتطور قوي بعد ما نشفت جامد، برضه هي مش بطوله بس بعد ما خدت فتره بس نشفت جامد قوي، بعديها قدرت ان انا ازيد بشكل احسن بكتير، بصراحه فرقت معايا قوي. ومعدتك عامله ايه والكلام ده كله يعني بصراحه فرقت معايا، عشان انت اصلا يعني مش لازم نقعد نشرح ورغي الناس عارفاها، بس هي الفكره بجد انت بتفضل قاعد في بالكينج فتره طويله قوي 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 قوي، ده يعني لا مش احسن حاجه حتى من. انا على فكره اي حد بالنسبه لي خلاص البالك بتاعه بيطول عن سنه، لا لازم خد لك ميني كات في النص، ما قلتش حتى خد كات للاخر بس خد ميني كات في النص، فاي حد يقول لك الكات ملوش لازمه اول سنتين ثلاثه، انا ضد الفكره دي خالص. طب يلا عشان حرام بره. السلام عليكم. سلام.